السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفطيرة السريعة الجميلة دي على عين البوتاجاز من فوق من غير فرن. يلا بينا نشوف المقادير. انا هنا خدت كوبايتين دقيق، تقدري تعملي بكوباية واحدة، تقدري تضاعفي الكمية براحتك خالص، وحطيت عليها بس ذرة ملح، وقلبت كل الدقيق والملح مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بحوالي كوبايه الا ربع ميه. انا الكوبايتين خدوا عندي كوبايه الا ربع، انتي حسب نوع الدقيق بتاعك. تمام كده. هنزل عليهم شويه بشويه واقلبهم، وبعد كده هشيل المعلقه خالص علشان اعرف اعجنهم في ايدي. طبعا مش هياخدوا ثواني، ده فطير سريع جدا للمستعجلين بقى، للجعانين كده، والمكسلين اللي مش عايزين يولعوا الفرن. سهل وسريع، وفي ثواني تقدري تخبزيه او تسويه على عين البوتاجاز من فوق. تمام كده. هعجنهم كويس خالص لحد لما املكهم واخلي العجينه تتجانس معايا وتنعم كويس. وبعد كده هركنهم يرتاحوا. هقسمهم على فطرتين او ثلاثه حسب ما انت عايزه تعمليه بقى براحتك. عايزه، انا قلت لك انا قسمتهم على اتنين. وبعد كده هسيبهم يرتاحوا 3 4 دقايق بس. احضر ايه الحشوه بتاعتي. تقدري بقى تحشي براحتك خالص، بطاطس بقى، لانشون، فراخ، لحمه، الموجود عندك، جبنه، زي كده براحتك. انا حشيت جبن. تمام. بس كده حضرت هنا ايه، جبت جبنه قريش وحطيت عليها فلفل، وحطيت معلقه زيت وقلبتهم في بعض وحضرتهم. وهنا عندي موتزاريلا برضو، عشان ايه، اخلي طعمها حلو والولاد يحبوها كده. صدقوني انا عملتهم اتنين، وتاني يوم عملت ما شاء الله. الطريقه كانت سهله وعجبتهم طبعا، وقالوا لي انت هتعمليها على البوتاجاز واعملي لنا كلنا. والله تاني يوم الصبح عملت لهم الحمد لله، وكله ايه كلم. تمام كده. هاجي بقى ايه، افردها كده كويس. بليت ايدي زيت ودهنت الرخامه بتاعتي زيت، وايه هبتدي افردها كويس كده فرد بسيط طبعا لان هي صغيره مش كبيره قوي يعني. وهدهنها بعد كده بالزيت. وهجيب الجبنه بتاعتي واحطها هنا ايه في النص بعد ما ادهنها طبعا بالزيت. واحط بقى الحشو اللي انا عايزاه. عندك بقى بطاطس مهروسه، مقليه، لانشون، تونه، اي حاجه عندك حطيها. انا حطيت جبنه بيضه وكمان جبنه موتزاريلا. وهطبق عليها ايه تاني، وكل ما اطبق رق ادهن برضو بالزيت اهو زي كده. وهكذا لحد لما ايه، هتني عليها كده خالص، اخليها ايه زي كده الفطير الطاسه الايه الفاضي، زي المسمن او فطير الطاسه، او زي كده من هنا برضو. وكمان الجنب الايه الرابع، خليها كده زي ايه الجواب، او زي الظرف، او زي المربع، زي المستطيل، زي كده. اهي تمام كده خلاص بقت جاهزه بقى. هحاول كده ايه افردها شويه، واحضر الطاسه بتاعتي اللي هسويها عليها. هجيب طاسه وادهنها دهن الزيت خفيفه بالفرشه وهسويها عليها. يعني جبت الطاسه بتاعتي ودهنتها دهنه بسيطه كده بالزيت، وسخنتها، وانزل بقى بالفطيره بتاعتي عليها كده. ولو كانت مرتاحه ومحتاجه ان انا افردها شويه، بفردها شويه بايدي كمان قبل ما احطها. هدينا كده دهن الزيت خفيفه بس عشان شكلها يبقى بيلمع وحلو. واخلي النار بتاعتي، اسخن الطاسه واخلي النار هاديه عشان ما تتلسعش مني بسرعه وتكون نيه. اخد بالي انا عايزاها تستوي وفي نفس الوقت ايه تبقى متحمره. فلو عليتيها عليتي النار هتتلسع وتاخد لون، وهي بتكون نيه من الناحيتين. وتركزي على الناحيه اللي انت ايه مطبقاها عليها 3 تطبيقات، اللي هي الناحيه اللي من تحت دي عشان تستوي كويس. تمام. بس كده. وفي ثواني بقى كده او دقايق يبقى عندك جاهزه اسرع فطيره. لازم اقلبها واعدلها لحد لما اتاكد انها استوت كويس وتاخد اللون بتاعها الجميل الذهبي زي كده. بصوا ما شاء الله.
وكده خلاص استوت ونقطعها مع بعض. سخنه وجميله وما شاء الله تحفه، حلوه قوي وطريه جدا وعجبت الولاد جدا جدا جدا. انتوا عارفين دايما بيحبوا اي حاجه فيها موتزاريلا بيعشقوها الولاد. صراحه كانت رهيبه. الفطيرتين دول خلوني عملت مرتين 3 وراهم. الحشوه كانت حلوه وجميله ولذيذه جدا. احشي اي جبن عندك، احشي اي حاجه عندك، المهم ما تكسليش. يا رب الفيديو يعجبكم وتقولوا ايه رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم عبير.